أعزائي المشاهدين متابعي أسرار ونجوم في كل مكان، حلقة جديدة لأسرار والنجوم. عزيزي المشاهد، إذا كان الأمس قد ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تتأسف على اليوم فهو راحل، وانتظر غدا جميل مشرق بالحب والخير. يا رب النهارده حلقه النهارده تكون بالنسبه لكم مثمره فيها الفايده بالنسبه لكل شيء جميل. ومعانا نجم الحلقه النهارده يعني مفاجآت كتير. النهارده كمان عيد ميلاد احد معدين برنامج اسرار ونجوم، مي عادل. بنقول لها كل سنه وانت طيبه يا مي، عقبال مليون سنه. وطبعا البرنامج وكل قناه الام اي سي بتقول لها كل سنه وانت طيبه، ورئيس قناه الام اي سي الاستاذ محمود العوامري بيقول لها كل سنه وانت طيبه. فنطلع نشوف الاهداء البسيط لمي، ونستقبل ضيفتي طبعا خبيره تجميل نانا عشان نتعرف على اخر يعني ما يخص المراه وكمان البشره، كمان حاجات كتير. اوكي. ورجعت لكم كل سنه وانت طيبه يا مي، عقبال مليون سنه. طبعا معايا ضيفتي خبيره التجميل والبشره الخبيره ميس نانا. برحب بيكي نانا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. طبعا انت عارفه برحب بيكي النهارده برنامج اسرار والنجوم، وطبعا كل متابعي اسرار والنجوم خاصه من السيدات حابين يعرفوا ازاي تظهر جمالها، ازاي تعتني ببشرتها، وكمان حاجات كتير عايزين نعرفها منك من خلال البروتين، من خلال العنايه اليوميه بالبشره. فحضرتك يا ريت اول سؤال بالنسبه لك، يعني عايزين نعرف انواع البشره، وهل الغده المتحكمه في انواع البشره، ايه هي الغده المتحكمه في انواع البشره؟ مساء الخير على كل نور حبايبي. عليكي. اهلا وسهلا بيكم. انا مبسوطه جدا طبعا وانا طالعه مع الفنانه الجميله اسرار. ربنا يخليكي. فطيب احنا خلينا نمشي حته حته يا ريت. شويه شويه. طيب احنا عايزين نتكلم عن البشره لكل ست عايزه تبرز جمالها. اكيد. تمام. البشره احنا لو حطينا ايدينا على البشره السطحيه هنلمس صوابعنا بالبشره دي هتكون رقيقه جدا. ففي غده متحكمه في البشره. الغده غدتين، الغده الزهميه والغده العرقيه. الغده الزهميه هي اللي بتفرز دهون زايده، والغده العرقيه اللي هي بتفرز العرق في البشره. الغدتين دول بيكونوا موجودين في الطبقات العميقه جدا للبشره. الغده الزهميه هي اللي بتفرز الزهم. لو بشره دهنيه بيكون زهم جامد جدا، بشره عادية بيكون الزهم متوسط فيها، يعني بشرة جافة بيكون نقص ايه في الزهم. لو احنا عايزين نعتني بالبشرة بتاعتنا بالروتين اليومي، انا مش شرط اروح بيوتي سنتر كل يوم او كوافير عشان اعمل ده، انا ممكن اعمله في بيتي عادي جدا. لو احنا اخدنا الروتين اليومي للبشرة ونضفنا بالصابون مش هينفع. الصابون مش هيشيل غير الحاجات السطحية. انا اهم حاجة استعمل التونر المنظف للبشرة بتاعتي. وماسك ممكن يكون طبيعي او ممكن يكون ادور على نوع ماسك يكون ايه ذو نوعية خاصة مش مجهول المصدر. بس يا ريت كل ست تهتم ببشرتها وتهتم بجمالها، عشان المظهر اللائق طبعا بيبرز الست من جمالها. يعني انا عايزه عنايه يوميا للبشره، يعني حضرتك ممكن تقدمي لنا ايه اللي ممكن نعتني بيه يوميا قبل النوم او الصبح او بالليل؟ نقدر نعمل ايه؟ اي بحاجات بسيطه، يعني قبل ما حد ممكن ينام، قبل ما تروح شغلها، يعني ايه الحاجات البسيطه ممكن تكون متناوله يعني في ايدين اي ست في البيت؟ اي ست عندها تونر في البيت، اي ست تونر منظف. أوكي. انا ابتدي الصبح اغسل وشي، يا ريت بلاش ميه وصابون. طب ميه الورد اكيد ليها برضو مكانه. طبعا. انا لو جيت بالليل قبل ما انام امسح البشره بتاعتي بزيت الورد مش ميه الورد. ده بيخلي البشره متالقه ونضره جدا. الصبح كده الواحده اول ما تقوم من النوم مفيش وشها مش بيبقى بهتان، مش بيبقى في شحب كده في لون البشره، بالعكس بيبقى لونه محمر كده مدي اللون البينك، وبيبقى مفرفش كده حلو خالص. زيت الورد ده جميل جدا لو احنا حطيناه قبل النوم. تمام. انا عايزه اصحى الصبح انضف بشرتي، على الاقل انضف البشره. هنخلينا نتكلم على البشره الدهنيه، هي اكتر بشره عايزه عنايه.
العنايه بيها غسيل 3 مرات في اليوم بالتونر والمنظف. خدوا بالكم يا بنات، خدوا بالكم يا ستات اللي شايفيننا دلوقتي، يعني مهم جدا ان احنا نعتني يوميا ببشرتنا، اقلها خالص بزيت الورد زي ما قالت ميس نانا. تمام. 3 مرات يوميا. الغسيل بيبقى منظف التونر. طبعا كل واحده انا افضل ان اصحاب البشره الدهنيه بيستشيروا الدكتور بتاعهم عشان خاطر يختاروا منظف. فانا بنصح بس بكير طبعا، ده حاجه لطيفه جدا وحاجه طبعا عالميه. فلاصحاب البشره الدهنيه انا بجيب قطنه طبعا بمسح بيها البشره بتاعتي. تمام. بعد كده ولو عندك ميه ورد ممكن بعد التونر ميه ورد بتدي نضاره جميله جدا للوش اصحاب البشره الدهنيه. وفي ماسك خفيف جدا، ده التعامل المخصوص للبشره للبشره الدهنيه. الدهنيه. لا يعني هي اكتر البشرات اللي محتاجه عنايه، عناية. اكتر البشرات اللي محتاجه عنايه. طبعا دي عشان خاطر طبعا بيكون الزهم جامد فيها جدا، بتبقى لمعه طبعا، بتبقى فيها حبوب ورقص سودا وبتبقى فيها زيتيه زياده عن اللزوم، فيها لمعان. انا بتحتاج عنايه معينه للبشره في يعني لانها حساسه جدا. انا عايزه اخفف اللمعان ده طبعا، وعايزه اخفف البثور والهالات السوداء والحبوب السوداء. في ماسك خفيف جدا ممكن لكل ست تستعمله. يا ريت تقولوا هو في كذا ماسك، بس في ماسك جميل جدا جدا على فكره. يعني هو مش مكلف بس هو حلو خالص خالص خالص. انا ممكن معلقتين زبادي، معلقتين قرفه، معلقتين عسل عضوي، تمام، ومعلقه من الشوفان. طب معلش نقولهم تاني. معلقتين زبادي، معلقتين قرفه، معلقتين من عسل العضوي، ومعلقه واحده بس من الشوفان. انا اخلط المقادير دي كلها ببعض واخليهم يمتزجوا جامد جدا، وبعد كده احطهم على البشره بتاعتي 10 دقائق، وبعد كده اغسل بميه دافيه. بس اغسل بميه دافيه، ويا ريت يا ريت يا ريت امسح بميه الورد. هتلاقي البثور خفت، هتلاقي البشره حدت من اللمعان بتاعها، والدهون الزايده في البشره خفت جدا. ده اول ماسك. طبعا الماسك الثاني على فكره جميل جدا، هنستعمله من ست البيت، من مطبخك انت وقاعده في مطبخك. محتاجين نعرف منك كتير. يا ريت. العدس المطحون، العدس الاصفر، انا اطحنه جدا جدا جدا. العدس الاصفر، بودره العدس الاصفر، وعليها 3 معالق من العسل الابيض. بس انا اضرب ده كله مع بعضه واحطه بفرشه على وشي لمده 10 دقائق، وبرضو اكرر نفس القصه، اغسل بميه دافيه وبس. يا ريت مفيش فرق يا جماعه، مفيش فرق. انت بشرتك فيها اكيد حبوب، فيها زيوت، فما بلاش الفرق، لان الفرق على فكره والحركات الدائريه بتهيج البشره. تمام. انا اغسل بميه دافيه. برضو معلومه مهمه جدا، يعني الفرق في البشره بيأثر عليها، مش البشره الدهنيه، مش بيعمل صنفره او ان هو مش لا البشره الدهنيه، البشره الدهنيه مفهوم يعني بلاش احتكاك جامد كتير. لكن عامه ما ينفعش ان احنا نفرك بشرتنا. لا اقول لك ليه، هتفتح المسام معاكي. احنا مش عايزين نفتح مسام، احنا الفرق بقى والحركات الدائريه دي بتفتح مسام البشره، احنا مش عايزين نفتح مسام، احنا عايزين نقفل. على فكره العدس الاصفر بيقفل مسام البشره، بيخليها جميله جدا. وبعد كده بنغسله وبنمسح بميه الورد بس، مش في اي مجهود يا جماعه. طب هل ده يوميا ولا 3 مرات في الاسبوع؟ على فكره هتبان نتيجه من اول اسبوع على فكره. بتهيألي الحاجات الطبيعيه شيء جميل ان الواحد ممكن يستعملها، يعني طبعا، يعني عدس اصفر مع عسل نحل شيء جميل وحاجه من الطبيعه، يعني وحاجه سهله جدا، حاجه سهله. هي وست البيت هي وبتشتغل في المطبخ، مش مكلفه كمان، مش يعني مكلفه لا لجمهورنا وطبعا المتابعين لبرنامجنا. طب حضرتك احنا دلوقتي قلنا حاجه جميله للبشره، المكياج طبعا اكيد بيأثر كتيره طبعا. هنخش دلوقتي طبعا نتكلم اكيد عن حاجات كتير. انا عارفه حضرتك متخصصه في بروتين الشعر، لكن قبل ما نختم جزء بتاع البشره، اكيد يعني الميك اب والحاجات دي لها تاثير سلبي على البشره. يعني هل بتنصحي يعني السيدات العمليه اللي بتنزل شغلها تقلل من كميه الميك اب، ولا في ممكن نقدر نعمل حاجه تساعدنا على ان احنا البشره ما تضعفش او ما يحصلش اي مضاعفات للبشره؟ في منتج هايل جدا على فكره، ده بالذهب، اسمه اوبليكس.
جميل جدا جدا للبشره. طبعا الستات اللي هي طبعا المقدره بتاعتها عاليه فبتحب تشتري المنتجات الامريكيه. تمام. فاوبلكس الكافيار او اوبلكس ما عندناش منتج الذهب. مصري؟ في منتج مصري، الطبيعه. الطبيعه، خلينا في الطبيعه، خلينا في الطبيعه آه. احسن، لان سبحان الله آه. كل شيء ربنا خلقه جميل وبنستفيد منه في حياتنا سبحان الله. طيب اصحاب البشره الدهنيه يا ريت بلاش فاونديشن فري اويل، يعني يا ريت احنا بشرتنا دهنيه ما نستعملش فاونديشن فيه زيوت. تمام. نو اويل يا ريت. تمام. الكلام طبعا ده موجه لكل أصحاب البشرة الدهنية، البنوته والسيده، يعني لكل السيدات. انا كست موظفه طالعه رايحه الشغل، انا عايزه احافظ على مظهري وعايزه احافظ على نضاره وشي. صحيح. يا ريت يعني احنا هنختار طبعا الدرجه المناسبه من الفاونديشن بتاعنا على حسب البشره بتاعتنا. يا ريت نخلط معاه صن بلوك. يا ريت نخلط معاه صن بلوك واقي شمسي. مش هيأثر عليكي في الشمس ولا هيأثر، بس بيحمي البشره. بيحمي البشره. طب حضرتك اكيد برضه نرجع نخش ونتكلم عن الشعر، مهم جدا بروتين الشعر. حضرتك انا عارفه ان انت متخصصه في بروتين الشعر، يا ريت اعرف منك يعني وجمهورنا يعرف خاصه السيدات انواع البروتين وتاثيرها على الشعر، ده مهم جدا. من طبق البروتين يعني في مواد منه يعني فيها ماده كاويه، فطبعا ده مشكله لسقوط الشعر وممكن بيؤدي لمشاكل اخرى. من ارقى وافضل الانواع البروتين الحيواني. ده من اللي هو مصنوع من ايه؟ البروتين الحيواني طبعا بروتين حيواني. تمام. فبيكون طبعا اكتر حاجه ماده دهنيه فيه البروتين الحيواني من اي بروتين حيواني طبعا. هو الشركه بتصنعه طبعا. فده بيعالج الشعر التالف جدا، شعر البيور، الشعر المجعد. وعالميا افضل انواع البروتين. اللي تحته بقى بروتين الحرير. بروتين الحرير ده بيعالج الشعر المجعد، ده بيرطب يعني ما بيخليش الشعرايه تلفه كده شويه، لا بيخليها قويه ورطبه جدا 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 وناعمه خالص خالص خالص. بس انا اهم حاجه لما اروح اعمل بروتين اروح بقى ما اعملش، يعني اروح اعمله عند مصدر موثوق منه. مش اي حد يقول لك انا تعالي انا هعمل لك بروتين وهيفرد لك شعرك وهينعمه ومش هيسقط ومش على طول كده. لا انا اروح لمكان موثوق منه. ويعني ويا ريت يا ريت يا ريت نختار البروتين الحيواني او بروتين الحرير. طبعا في شركات كتير بتنتجه، ويا ريت ما يكونش الزيرو فورمالين. يا ريت يعني ما يكونش، يعني انا لما اجي اختار بروتين لا انا مش عايزه اعمل بروتين فيه فورمالين، لا انا عايزه اعمل زيرو فورمالين. ده مش ليه اي اضرار على فكره خالص. طب هل الاسعار يعني بتتناسب يعني لكل سيده؟ ممكن انت عارفه في مستويات مختلفه، هل يعني الطبقه الوسطى والاقل ممكن تقدر تستعمل ده؟ طبعا. اسعار البروتين مش غاليه جدا يعني. اسعار البروتين حلوه خالص في متناول الكل. وفي التقنيات الاحدث من البروتين طبعا. في يعني هو اللي عامل كده في الشعر بروتين ده بيعمله لازم الكوافير هو اللي بيعمله، او يعني المتخصصه هي اللي متخصصه، لكن مفيش اي سيده تقدر تعمله في البيت لو هي شاطره. لا طبعا يعني لو هي شاطره هتقدر تعمله، بس ما تجيش تشتكي بعد كده شعري وقع. البروتين ليه طريقه معينه في ليه طريقه معينه، ليه خطوات قبل وبعد. ليه خطوات قبل البروتين ب10 ايام، وليه خطوات بعد البروتين طبعا. يا ترى بيقعد برضو يعني وقت معين ولا ليه وقت طويل بيقعد في الشعر، او ممكن يعني بيظبط خامه الشعر؟ او هو على حسب تجربتي انا 1 سنة و4 شهور بالظبط. 1 سنة و4 شهور بيفضل ناعم، بيفضل معاكي الجذور بس على فكره اللي بتطلع اللي بعد 1 سنة و4 شهور احنا بنعملها تاني. الصور دي قبل البروتين؟ دي قبل البروتين، ده الشعر البيور على فكره. طب عايزين نشوف بعد البروتين بيبقى عامل ازاي. الله عش بجد رائع. يا رب يخليكي. لازم طبعا بيتعمل له استشوار وبيبيليس والحاجات دي. بيبيليس بيتاثر تقريبا برضو على الشعر الحاجات دي. بعد البروتين انا خلاص انا عملت بروتين. بعد البروتين انا ما احطش كتير بيبيليس ولا احط استشوار. يعني المفروض بعد البروتين في خطوات لازم نتبعها عشان بيبقى مش محتاج، يعني اللي بيعمل يعني بروتين في الشعر ما بيكونش محتاج تاني ان هو يقدر يعمل ولا بيبيليس ولا استشوار ولا اي حاجه خالص. لا بس انا ابعد بعيد عن درجه الحراره العاليه. ميه البحر المالحه، ميه البسين، عشان خاطر الكلور طبعا نسبه الكلور اللي فيه بيأثر برضه. بيأثر وآمن جدا على فكره، يعني ملهوش اي اضرار. تمام.
حضرتك طبعا في حاجات تانية برضو ممكن نهتم بيها للشعر. يعني يغسل مثلا شعره قد ايه، او السيد تغسل شعرها قد ايه بعد البروتين في الاسبوع مثلا، او يعني كم مره مثلا في اغسلي الاسبوع؟ شعرك عادي. يوميا عادي؟ لا مش يوميا، هي مش يوميا طبعا عشان خاطر نسبه الميه بتاثر الصبغات برضو. بتاثر برضو على البروتين؟ طبعا يعني لو حد لو فيها استعمل اكسجين او امونيا بيأثر؟ بتعمل عازل على فكره بين والله. طبقه البروتين وطبقه الشعر. والحنه على فكره، الحنه بتأثر برضو؟ من أسوأ انواع الحاجات اللي المضرة بتاثر للبروتين. المضره للبروتين الحنه، لان طبقه الحنه فيها طبقه عاليه جدا لعزل البروتين. فيعني انا انصح كل ست ان هي بعد البروتين ما تعملش حنه ولا صبغه. انت عايزه تعملي بروتين وعايزه تلوني شعرك، يبقى قبل البروتين ب 10 ايام. قبل البروتين ب 10 ايام. تمام. الشيء طبعا جميل اللي احنا نقدر نستفيد من حضرتك، مهم جدا يعني، واتمنى تكوني معانا في حلقات ان شاء الله قادمه. شيء مهم ان الواحد يعتني بشعره. طب في حاجه تخص برضو الرجال، عشان اكيد هيغيروا دلوقتي مننا. البروتين البروتين برضو بيأثر على يعني في ممكن يعني الرجال ممكن تعمل بروتين لشعرها؟ ممكن ممكن تعمل بروتين. طب يعني نفس الطريقه، نفس الطريقه نفس الطريقه. بس طبعا بيكون بالاستشوار مش بالبيبي ليس. والله بيكون بالاستشوار عشان طبعا شعر الراجل اقصر من شعر الست. وعايزين برضو نصيحه من حضرتك برضو للرجال بالنسبه للبشره كمان، من حقهم يستمتعوا حقيقي 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 مهم جدا ان احنا يعني مش المراه فقط لا غير، احنا محتاجين برضو يعتني ببشرته، يعتني. اللي كتير بيسالوا، حتى بتجيلي يعني اسئله كتير بيقولوا انتوا بتهتموا بس بالمراه؟ تقول لا احنا بنهتموا، اكيد بنهتم بالمراه وبالرجل. في ماسك حلو، يا ريت ماسك في ماسك حلو للرجال عشان يزعل مننا. بعد الحلاقه طبعا. معلقه كاكاو بودره، ومعلقه شوفان برضو، ومعلقتين زبادي، ومعلقتين عسل عضوي. انا اخلط المقادير دي كلها مع بعض، ولمده 10 دقائق احطها على وشي. بعد الحلاقه يا ريت، يعني بيقلل نمو الشعره بالنسبه للرجاله. تمام. وبيدي نضاره، وبيزيل البقع الداكنه في الوش. مهم جدا عشان الرجال ما يزعلوش مننا، عشان مش يزعلوا مننا. مثل انا قالت برضو يعني ماسك يعني اكيد بسيط جدا برضو للرجال استعماله بعد الحلاقه، شيء جميل وممتع، مش كده برضو؟ تمام. حضرتك يا ترى احنا تصنيف مصر ايه بالنسبه لاستعمال البروتين، او يعني احنا ايه؟ عملوا احصائيه على فكره من سنه عدت، ان مصر تعدادها كام عالميا في استعمال البروتين والمواد بتاعه فرد الشعر. اخذت الخامس عالميا. بامانه والله كتير. خلي بالك احنا الشعر احنا مجعد كتير. وعملوا تقنيات جديده جدا في الشعر على فكره. زي ايه؟ زي البوتوكس والفيلر. حتى الشعر ليه بوتوكس وفيلر؟ ليه بوتوكس وفيلر على فكره. من احدث التقنيات الجديده في عالم البروتين البوتوكس والفيلر. والله. فالفيلر على فكره اسعاره برضه هل بتتناسب؟ انا يهمني جدا هل يعني الشيء او المنتج يعني هل يعني منتج مناسب وجيد جدا، وهل سعره مناسب للناس، متناول للجميع ولا لطبقات معينه؟ لا على فكره مناسب للجميع. وسعره حتى الفيلر يعني مش البشره فقط؟ لا الفيلر والبوتوكس على فكره للشعر كمان ملوش تاثير؟ لا مش ليه تاثير، ده بالعكس على فكره. الفيلر بالذات بيعالج الترقق بتاع الشعره، وممتاز جدا للشعر المطاطي. في يعني واحده تقول لك انا شعري مطاطي وبيقع، انا بصحى من النوم بلاقيه. الناس اللي شعرها بيسقط كتير جدا يعني بينزل بكميات جامده جدا، هل البروتين برضو بيساعد على نمو الشعر للمراه والرجل؟ بروتين وبرضو الفيلر؟ لا هل الفيلر بيساعد على نمو الشعر؟ الفيلر على فكره بيكثف وبيعالج السقوط والهيشان. الفيلر والبوتوكس بيعالج السقوط والهيشان وبيمنع سقوطه. البروتين فرد الشعر بس. يعني عشان خاطر ما حدش يقول انا رحت عند بيوتي سنتر وقال لي ان البروتين فرد وعلاج. لا، البروتين فرد على فكره بيعالج الشعر المجعد. تمام. بس انا بعد استعمال البروتين انا بستعمل البلسم والسيرم والشامبو. انا بختار طبعا نوع جيد بعد البروتين عشان ما يضرش البروتين ويسقط الشعره بس.
فالفيلر على فكره جميل جدا جدا، يعني انا على فكره يعني 90% من استعمالي في البيوتي سنتر فيلر. اوكي موافقين. لا الفيلر جميل جدا على فكره. طبعا جدا ميس نانا على يعني على الوقت الممتع اللي معاكي دي، ونصيحه منك جميله لكل متابعي اسرار والنجوم في كل مكان بيشوفونا على فكره في كل مكان هنا وخارج مصر. فاتمنى حضرتك يعني نصيحه منك اخرى للاهتمام بالجمال وبالبشره وبالرونق وكل حاجه حلوه. يعني اكيد لازم المراه والرجل تظهر برضو، يعني تبرز جمالها، كل حاجه تهتم ببشرتها. حبي نفسك، حبي جمالك، حبي كل حاجه. وبرضو للرجل نفس الكلام. الحالة النفسية، الحالة النفسية على فكرة بتأثر كتير. الحالة النفسية بتأثر كتير جدا على البشرة طبعا، سواء للراجل أو الست. تمام. فاضحكوا دايما، خلوها على الله دايما. يا ريت يعني الابتسامة حلوة على فكرة، فبلاش قبل النوم في زعل وفي بكا، بيأثر كتير على البشرة وعلى الشعر وكل حاجة. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت نعمل ماسكات برضه طبيعية بقى، عشان خاطر التجاعيد وعشان خاطر نظهر بمظهر حلو. يا ريت ابتسموا دايما على فكرة، يا ريت. بشكرك جدا وميرسي على الابتسامه الجميله، ربنا يخليك، على النصائح الجميله اللي قدمتها لنا ميس نانا بالنسبه لجمال البشره للرجل والمراه. شيء جميل. بشكر حضرتك، ربنا يخليك، واكيد لنا لقاء ان شاء الله اتمنى طبعا تاني وتالت بامر الله في برنامج اسرار والنجوم. بشكرك. بنطلع فاصل واستقبل ضيفي طبعا سياده المستشار علي عبد الحميد الجزار، المحامي بالنقد والمجلس الاعلى والاستئناف وكمان في الاداريه العليا. النهارده حلقتنا والوقت الممتع اللي هيكون معاه نعرف منه معنى النصب والاحتيال، وكمان ناخد فكره ايه معنى يعني حاجات كتير بتدور حوالينا، وازاي نحمي نفسنا من عمليات النصب والتزوير وحاجات كتير. اطلع فاصل واستقبل سياده المستشار علي جزار.